السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي وحبايبي الحلوين في كل مكان. في حكاية حكاها أديب الفقهاء وفقيه الأدباء علي طنطاوي، أصوله من طنطا بس هو مولد سوريا الغالية، سوريا العزيزة. تحية لكل أجزاء الوطن العربي من المحيط والخليج، تحية لكل الدول الإسلامية، تحية لكل العالم المسالم، تحية ليكم. أحكي لكم حكاية كتبها علي طنطاوي سنة 1930. منزلي هو منزلك. زمان في الثلاثينات كان في مدارس، كل مدارس خاصة تقريبا، مدارس أجنبية، الإنجليز والفرنسيين والحاجات دي. كان المدرس كانوا بيقولوا عليه خوجة. كانوا بيلبسوا بدل وطرابيش وبيروحوا. إلا في يوم من الأيام مدرس لغة عربية راح المدرسة، أول ما شافوه الأجانب فضلوا يتريقوا عليه: إيه الجبة والقفطان ده؟ إيه يا عم اللي أنت لابسه ده؟ مفيش حد صاحبه خالص. إلا مدرس فرنساوي قال ده شكله واخلاقه كويسه، صاحبه. استمرت العلاقه بينهم، حبوا بعض، بيجوا حبايب، بيجوا اصحاب. المصري قال له الا بالدين. الا بالدين لازم اعزمك. الفرنساوي قال له لا يا عم تعزمني ليه؟ قال له انت صاحبي وحبيبي وبيتي هو بيتك. الاجنبي اللي بيقول. راح البيت وقال له انت عامل لي ايه؟ قال له عامل لك اكله حكايه روايه. اكله من الاخر. عامل لي ايه؟ لقيت الاجنبي اللي بيقول لقيت طبق كده فيه حاجه خضراء، عامله زي السائل كده خضراء وفيها ورق كده. أنا بقول له، قال له ايه هو دي اللي انت بتجيبي ده؟ قال له ملوقيه. الاجنبي بيقول كانت اكله سودة. اكل وجاب له الاكل وجاب له اللحمه وجاب له الرز المعمر وجاب له كل حاجه. وكان كل ما يقول له العربي الاستاذ العربي المصري ده يقول للاجنبي: بيتي هو بيتك، خد راحتك واي وقت تعالى، واي وقت انت تبقى متضايق فيه تعالى، احنا اخواتك وعيش حياتك، ده انت في اهلك في وطنك التاني مصر. الاجنبي كان فرحان بالعلاقه دي، بس برضه كان متأزم من الملوخيه. كان كل ما يفتكر يقول له الاكله السوداء، زي ما كان الله يرحمه محمود عبد العزيز بيقول بخليل بعد التعديل. بيقول لها ايه الاكله الغامقه دي؟ هي الاكله الغامقه بتاعتنا. المهم، جاد الظروف وجاد الاقدار ان الفرنسي يروح بلاده ويرجع تاني، يعني خلاص رجع تاني. المصري حبيبه يبعت له جوابات: عاوز ازورك، عاوز ازورك، عاوز ازورك. الفرنسي مطنش، مش عاوز. مش عاوز يجي عنده. بخيل غير العرب يعني. الاجنبي جاله في الاخر سأل مراته اسمها مارتينا، مش عارف ولا اسمها مش عارف حسنين ولا مارتين، ايا كان يعني اجنبيه فرنسا وخلاص. جت استاذن مراته، بعدين قالت له خلاص تعالى نجرب هاته. اخينا المصري سافر فرنسا. اول ما سافر فرنسا، مراته اول ما شافته داخل عليهم كده بالهيئه المصريه، حلوين بتوع مصر يا شباب، حلوين في الثلاثينات بقى النزاهه. النزاهه قبل كمال الشناوي والناس دي بقى كان المصري بقى مصر شافته اغمى عليها. المصري بيقول لمراته المصري بيقول لصاحب الفرنسي: مراتك اغمى عليها ليه؟ قال له ما فيش اي حاجه. دخل جوه، مراته خربت الدنيا، مين اللي جايبه لنا؟ مين اللي مش عارف ايه؟ مين مش عارف ايه؟ المهم فضلوا يتكلموا بالفرنساوي ويزعقوا. المصري فهم. نبيه المصري ده فهم ان الاجنبيه دي الفرنسيه بتقول له يعني مش عاوزاه يقعد. نبيه مصر بقى فكاكا. برضه قعد.
يوم ورا التاني المعامله ساءت خالص، ولا قال له بيتك، ولا قال له غيطك، ولا قال له انت فين. عملوه كانه حاجه كده جايه من اي حته وخلاص. يقعدوا بره الشقه، يبيتوه بره. المهم قعد كام يوم. في الاخر المصري حس يعني ازاي ده انا وقفت معاك وساعدتك في مصر. كله ده بيقول في باله يعني، واحنا اخلاقنا العرب والكلام ده، ازاي تعمل معايا كده. المهم في يوم تاني يوم قرر، بعد كام يوم كده قرر العرب المصري ان هو يسافر. اول ما يسافر قال لصاحبه الاجنبي ان هو هيسافر. الاجنبي دخل عند مراته ولا اسكتي، المصري مسافر. مرته شغلت اغنيه وفضلت ترقص. فضلت ترقص عشان ال العربي ماشي، المصري ماشي، العربي اي حاجه. المهم العربي حس ومشى، وهو ماشي يقول شفتوا احنا عملنا ايه معاك؟ احنا عملنا ايه معاك؟ احترمناك، قدرناك، قلنا لك بيتك هو بيتي، وانت اما جيت عندك ما رحبتش بيا، ما فرحتش في وشي، ما ضحكتش في وشي. العرب غير الغربي خالص. العرب أصالة، العرب معنى، العرب كل حاجة جميلة 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 جميلة. العرب أحسن من الغرب بكتير، بس لو اشتغلوا صح، وزي ما قال محمد صلاح العقلية. لو الحكام استغلوا عقلية العرب هنبقى في مكاننا الطبيعي. وبرضه كل ملوخية دي مش أكلة. الملوخية زي العسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتكتبوا في التعليقات وترنوا الجرس. ماشي.